ماجد مش هتقبض؟ معاك حق، بس انا كده مش هلحق سمر. معقوله هتروح لها كده ايد ورا وايد قدام من غير ما هي؟ في دي معاك حق. طب ايه رايك بقى؟ انا هلحق الصراف وهلحق سمر. تشاو. سلام. بقالي نص ساعة مستنياك يا أخي. كنت بقبض. لا كده براء. وخدت عليهم حوافز كمان. يبقى هتغديني بره يا حلو. وكل ما مليم يجي زيادة تقولي غديني، مش اتغديت امبارح. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي. طعم قوي ها؟ قوي. بس برضه ما فيش احلى من طبيخك انت. يعني حلو قوي المطعم ده حقيقة. لذيذ. اكل مسبك وظريف. يا بس القطط. لا القطط عامله جو برضه في المحل. صوابع رجلينا. يا حبيبي. حساب. احنا لسه. 5 جنيه. ايه اللي 35 جنيه. خلاص انت هندي لك انا. العزومه دي هتخلينا في حسبة بيرما ان شاء الله زي الشهر اللي فات. يا حبيبي عزومه تفوت ولا حد يموت، ثم احنا مالنا؟ ما احنا حلوين اهو، كل حاجه كويسه. مش عارف الواحد لو ما كانش سافر الكام سفريه دي كنا هنعمل ايه؟ مالها السفريات بس؟ ما هي جوزتنا وجبنا شقه، صحيح خلصت على كل اللي معانا، انما الاشياء معدن يا حبيبي. مصيبه انك ما بتقدريش، الحياه بقت صعبه قوي دلوقتي يا سمر. يا حبيبي بس ايه رايك؟ مش عامله لك جو؟ انا نفسي تسدد تبقى لم الاكل اللي فاضل ونبقى نتعشى بيه في البيت. طب والرز؟ اللي فيه في قراطيس. سلام يا ماجد، لو الواحد مليونير زي الحلقات الأجنبية دي يا أخي. ولا كنت هتعبرين؟ ليه بتقول كده ليه؟ طب كنت هتعملي ايه؟ كنت هعمل ايه؟ كنت هشتري كل حاجة نفسي فيها، هدوم، فراوي، المازات، عربيات، اروح البسين، الف الدنيا، اتفسح. طب بس اتفضلي ما تضيعيش وقت، قسم المصروف بقى يا حضرة الخبيرة. انت لازم تنكد عليا وتغمني. حاضر. ادي مصروف البيت. دي ما جالكيش مكافآت ولا حاجة الشهر ده على مرتبك؟ حصل بس ما حطيتهمش مع الفلوس. لا اعترض بشدة وهشتكيكي. احنا مش قايلين اي فلوس زيادة للطوارئ، للفسحة، للنزاهة، للعيا. انا بدي افهم، انت مهندسة ولا وكيلة نيابة؟ نكد عليا بقى، لخبطني، خليني اعد من الاول. دول مصاريف عربيتك اهم وعامله حساب البنزين عشان بتوديني وتجيبني عشان ما تذلنيش. ايه دول؟ راحوا بقى خلاص. علي صوتك، ما تفكرنيش بالصراف بتاعنا. ما هم راحوا يعني. ايه دول ايه دول؟ ايه دول؟ فلوس بتاع. لا مش ده. ايه دول؟ قسط الفيديو. قسط ايه بس يا سمر؟ احنا قادرين ندفع قسط الشقه ما قسط فيديو. طب بالراحه. يا اسمته ايه الفيديو بس يا حبيبتي؟ انا مش عامل لك اشتراك في جمعيه السينما، الفيديو هتشوف شويه افلام سخيفه. ما هو اصل الفيديو دلوقتي بقى اساسي في اي بيت. نهال بنت خالتي عندها 4 فيديو. ماليش دعوه بنهال دي، انا ما جوزتش نهال، انا جوزت سمر. خلاص ما تزعلش، تعالى عد معايا، هخليك تعد معايا.
خلاص الفلوس فلوسك وانت حرة اتصرفي فيها يا صبر. الحقيقة أنا أحب أسجل إعجابي ببحث يعتبر من أهم الأبحاث اللي اتقدمت لي في الدورة اللي فاتت. البحث ده موضوعه عن ظاهرة الجريمة في الصعيد، قدمه ماجد الذهبي. شكرا يا فندم. هو بس الحقيقة ينقصه بعض الحاجات. كان لازم تهتم بالمتغيرات الجديدة اللي حصلت النهاردة في مجتمع الصعيد وتأثيرها على الظاهرة دي سواء بالسلب أو بالإيجاب. أنا بتهيألي يا ماجد إن الموضوع ده محتاج لدراسة ميدانية أكبر. بعد إذن سعادتك يا فندم، أنا مشير في صفحة 36 في آخرها يا فندم عند الكعب على طول أن هناك تأثير لافتتاح الجامعات الإقليمية وحركة الانفتاح هناك. اسمح لي يا ماجد، أنا قريت نسخة من بحثك وأبحاث الزملاء. متهيألي إن التأثير ده تأثير عام، إنما مفيش تخصص. والله معك حق. متهيألي إن الاجتماع طول حبة. أنا شخصيا تعبت. تقدروا تتفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلوا. احنا وصلنا لحد فين امبارح يا ولاد؟ لغاية ما يجي لحضرتك تكليف رسمي واتنقلت المديرية عشان سبع الليل ورجالته. ايوه. عارفين يا ولاد؟ ايه؟ انا فاكر وعايش الحوادث دي كانها حصلت امبارح بالظبط. نقلوني بلادكم هنا مخصوص عشان ولاد الليل. خدت امر التكليف ورحت بيه على المكتب بتاعي اللي كان موجود في الناحيه البحريه من البلد، اللي دلوقتي بقى مكان الجمعية التعاونية. عليك نور. انما الله، انت واد كنت لسه صغير قوي، يمكن حتى ما كنتش لسه اتولدت. ايه اللي عرفك؟ حدانا في عيلتنا واحد جارتنا ظابط بس بيشتغل في مصر وهو اللي جاي. رتبته ايه ده يا ولد؟ يوسف باشا. إيه؟ وبعدين يا سعادة اللواء هقول لكم بعدين. خدت امر التكليف بتاعي وحطيته على المكتب قدامي، لقيت الورقه بتتكلم وبتقول لي هو الولد بيتكلم يا سعادة البيت؟ يا سيدي بتخيل بيت هيئي زي ما بتشوفه في التلفزيون. ايه؟ اتفضل سيادتك كمل. بصيت لقيت الورقه بتقول لي مجدك يا عبد الباري بين ايديا، مستقبلك مكتوب فيا. طبعا هتسالوني وتقولوا لي يعني ايه؟ اقول لكم انا كنت حاسس بالمسؤوليه الكبيره اللي حطوها على كتافي. كنت عارف ان سياده الحكمدار نقلني مخصوص للبلد دي لما عرف ان انا احسن واحد يقدر يخلص على ولاد الليل دول. ويعني حضرتك عملت ايه؟ بالتخطيط. كل شيء كان بالتخطيط، على الورق وفي دماغي. ازاي؟ الو؟ ايوه يا ترانك. ايوه انا طالب مصر من ساعه يا اخي. انا معاك اهو. ايوه يا سمر، ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني قوي يا سمر. اهلا يا بابا يا حبيبي، ازيك؟ صحتك كويسه؟ اطمني يا بنتي، انا بخير والحمد لله. ايه يا بابا؟ مالك؟ بتتكلم ليه دلوقتي؟ مالك يا بابا؟ يا بنتي مفيش حاجه والله، احنا كويس. اديني جوزك اكلمه. ماجد، بابا عبد الباري على التليفون. مات؟ يا نهار اسود، ماجد بابا بشتغل. بابا على التليفون، هقول له بشتغل. بيتكلم ترامب يقول لي قاعد بكتب اخطر قصه في الروايه، وضيعت انوار الصاله وضيعت انوار الفسح. طب اتكلم ترامب. وبعته يجيبوا رئيس مجلس الاضاءه والدنيا مقلوبه. المده هتخلص. عايز ايه؟ الو؟ اهلا سياده اللواء يا فندم. اهلا سياده عباري بيه. لا يا فندم، ازعاج مين؟ ده بيتك يا فندم، تتكلم في اي وقت. حاضر. ها؟ حاضر. في ايه؟ طب ساعتك عايزني اروح انا ادفع له فلوس؟ طيب حاضر. مع السلامه يا فندم. في ايه يا ماجد؟ ها؟ لا ابوكي كويس. ايوه بيتكلم دلوقتي ليه؟ راجل لواء بقى وقاعد فاضي على المعاش.
ماجد اتكلم بجد. يا ستي ابوك كبرت في مخه يكتب قصه بوليسيه. الراجل قاعد فاضي عايز يكتب قصه بوليسيه من ايام ما مسك خط الصعيد، وكان هو هناك بالصدفه لحد ما استقام. فاذا اعدي على الناشر اشوف هيوافقوا على القصه ولا لا. يا عيني يا رب، يا عيني على بختي. جوزي عنده نوايا تأليفية وكمان ابويا، وده مين هيلبس له الشراب في البلد ده؟ الحكاية أصلها بدأت بيه لا مؤاخذة، تقليد، منجاها، نزاهة، عادات يعني. لا وإيه؟ الجدعان يحلفوا عليا إني لازم أشرب. جدعان يحلفوا؟ ما انت قلت الكلام ده قبل كده. معلش يا بيه، متزعلش مني، أصلي بنسى، وحضرتك عارف إن المدعو اللي بشربه ده بيخليني أنسى. ومرة ورا التانية لقيت النوع الأولاني ما بيحوقش معايا، فقلت أجرب النوع التاني، النوع الأتقل. احنا ما بنوقفش الجرعه مره واحده، والا المدمن يتجنن وممكن يموت. يعني انت اديته حقنه دلوقتي؟ ايوه بس مخففه. الجانب الايحائي في العلاج مهم جدا، يعني الميعاد والحقنه والمخدر كلها لازم تكون زي بعضها. السلام عليكم يا ماجد بيه، ربنا يعمل بيتك. ازيك يا سمعه؟ الله يسلمك يا بيه، لا يخليك، لولاك ما كنت عرفت طريق هنا واديني باجي كل يوم. مرتاح يا سمعه؟ الحمد لله يا بيه. السلام عليكم. تعرفوا؟ زمان ده كان ساس الجراج اللي جنبنا. يا جماعة اللي بتحاولوه معايا ده مفيش منه أي فايدة. أنا ممكن كده أشتكيكوا وأوديكوا في داهية، وتفضلوا بقى اطلعوا بره. ليه بس يا استهانم؟ ليه بس يا استهانم إيه؟ ما أنت شايف المعلم أبو بطانية حوالين رقبته ده بيلمح لي برشوة؟ استغفر الله يا باشمهندسة. هو يا ريت تبقي حليمه كده وتطولي بالك شويه. اللهم طولك يا روح. مش انتوا اللي اختلفتوا مع بقية الشركاء؟ حاصل. وما عرفتوش تبيعوا العقار لوحدكم؟ عداك العيب. ولجأتوا للمحكمة؟ ايوه. خلاص، المحكمة عينتني عشان أقدر الثمن. نزلت عينت البيت وكتبت التقرير وقدرت الثمن زي ما ضميري قال لي. انتوا مش من حقكم تيجوا هنا تناقشوني بقى. ايوه يا باشمهندسة، بس البيت لو نزل المزاد بالسعر ده هينخسف بيه الارض، وحضرتك بقى ما تعرفيش المقاولين والتجار. سبحان الله العلي العظيم. مش انتوا اللي اختلفتوا مع بقية الشركاء؟ هو احنا غرضنا يعني ان حضرتك وعينك كلها نظر زودي يعني حبتين شويه واحنا تحت امرك. نعم. لا انا اللون ده ما ينفعش معايا. اطلعوا بره انا بلغ البوليس. يلا تيجي زي ما تيجي بقى يا معلم. قطعة الحريم وسنينها كله من تحت راس الولية مراتي. وحتى البيت لو اتباع في المحكمة برخص التراب اهو من غير مؤاخذة اسمه نصيب جماعتكم. طب انت زعلان ليه بقى؟ مالك انت؟ ماني ازاي يا بني ادم؟ ما هي فلوسها برضه تبقى فلوسي. الله. طب ما تسيبها من غير مؤاخذة تصالح اخواتها وجواز اخواتها. ده عالم طماع يابا، ما يملاش عينها غير التراب. لو كان عليا انا كنت رضيت. اهو احسن من وجع الدماغ اللي احنا فيه ده. منها لله الخبيرة بتاعت الصبح دي. معلم من غير مؤاخذة جماعتكم. مالها تاني؟ في التاكسي اللي هناك ده اهو بتشاور لك اهي. يا ليلتك اللي مش فايته. جرى سبع البرومبا، بدل ما كنت تشطر عليا يا اخويا وتضربني قدام القهوه كنت تشطر على السواق اللي انت بعتولي سوق التاكسي. شوف جايب لي ايراد كام؟ ده بيسرقني يا راجل عين عينك. تقومي تسوق التاكسي بنفسك يا وليه وتجيني بيه على القهوه. ايه خلاص
مفيش حياه، الناس تقول عليا ايه؟ مش قادر اوكلك. هو عيب ولا عيب؟ على رأي المثل ما عيب الا العيب. الله، انت هتخشي لي قافيه ولا ايه؟ بقول لك ايه، التاكسي ده لازم يتباع. يتباع؟ هي كلمه. جرايه يا معلم، ده انا حاطه فيه مسافه دراع اليمين. يغور، هدفعهم لك على داير مليم. مش كفايه اني هودتك ودخلت معاكي في قواضي ضد اخواتك وجواز اخواتك؟ نصيبي في البيت، انا حره فيه. الله، ايه يا وليه؟ انت بتاكل فلوس اكل؟ اكل؟ ايوه يا اخويا باكل اكله، فضلة خيرك، حوش يا اخويا حوش. قصدك ايه؟ قصدي تكونش فاكر ان تجاره الخرده بتاعتك تفتح بيتين؟ البيت ده وانت عارف كويس قوي بتحط فيه كام وانا بحط فيه كام والعيال بتصرف كام. الدور والباقي على بيتك التاني ومراتك التانية اللي شفتك شف. وبعدها لك بقى هنرجع للسيره دي تاني. بقول لك ايه، لا تاكس ولا غيره. لا، التاكسي ده لازم يتباع. انا ما عنديش حريم تسوق تجوزها في الشوارع. انا ان كان عاجبك عشان ما تجيش تقول لي يا انهار بيع التاكس، يا انهار انا مزنوق، يا انهار في عرضك في طولك. وبعدها لك بقى هتسمعي الكلام ولا مش هتسمعي الكلام؟ اسمع انت الكلام يا معلم وهويت. وما سمعتوش. عقلك في راسك تعرف خلاصك كده طيب. ويكون في علمك مفيش بيات هنا نص الاسبوع التاني. خلي مراتك التانية تنفعك. الاسم غلط. مفيش غير الاستاذ ماجد الذهبي. الفلوس دي كل المبلغ ده يكونش حد عامل مقلب وبيهزر. انت جيت بدري يا ماجد، دماغي مقلوبه الله يجزيهم قلبوا دماغي. يا اخي لما انت جاي بدري يا اخي كنت فوت عليا خدني. انا مش بدري، انت اللي اتاخرتي. مش على بال ما لقيت تاكسي يقف لي. يا دماغي يعني يا ربي من الصداع. تصدق الناس بتوع العقارية دول جولي المكتب النهارده والايه بيلمحوا لي برشوه. طب ريح انت، انا هعمل لك لقمه تاكليه.
رشوة بسهولة. لو عرفت أنا فكرت فيها إزاي. لما انت لا بتقرا ولا بتكتب ولا بتعمل حاجه مولع النور ليه؟ ما تطفي النور بقى وتيجي عشان تنام. صباح الخير يا زوجي العزيز. مالك اعصابك مهزوزه كده ليه على الصبح؟ يا ريت تفطر بسرعة عشان ألحق أوصلك لأني مستعجل. خير، في اخبار؟ راح ألم شوية مراجع ومقالات وشوية حاجات كده أنا أحطها في المكتبة عندنا. على فكره انا لسه ما تنزلتش عن فكره الفيديو بالتقسيط. إزاي؟ اتفقت مع نهال بنت خالتي هنعمل جمعيه وتقبضني الاول وادفع مقدم الفيديو. طب وهنجيب الأقساط منين؟ اهو حوافز مني، مكافآت منك. انا شخصيا هستغل اي مبلغ يجيني. ما تفتحي مخك في الشغل كده ونجيب الفيديو كاش مرة واحدة يعني. يا مجد انت اتجننت. أنا آسف، أنا بمتحنك بس. وهو ده اسمه كلام؟ الله، وبعدين؟ يعني ايه يعني؟ البيت هيروح برخص التراب. طب والعمل يا معلم؟ حلمك بس يا معلم، الصبر يا اخويا. البيت هيباع بكره بالمحكمه. ادي نتيجة الخلاف، انا قلت الكلام ده قبل كده. بقى ما كنتوش قادرين تدوا قرشين للست المهندسة دي؟ جسينا نطاها، لقينا دماغها ناشفه قوي. طب كنت سيب لي الموضوع ده يا اخويا، احنا ستات نفهم في الحاجات دي. يعني انت اللي كنت هتجيب الدين من ديله؟
يا ما انا متغاظ منك، انت اللي فضلت تزن على وداني. بيع نصيبي يا معلم، ابيع نصيبي يا معلم. اديك يا اختي هتبيعيه عن طريق المحكمه. يا مصيبتي، انت هتتهمها فيا ولا ايه يا راجل؟ بقى ده جزاتي برضه؟ واحنا هنستعجل ليه؟ بكره يبان كل حاجه. وقال يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. اتفضل. الله، انت خلصت يا ماجد؟ لا لسه. ها؟ ياه، ده انت رحت بعيد قوي. كنتش فاكر نفسك لسه عريس جديد. يا ترى يصير ال 300 جنيه دول يكونش حد قصدني انا؟ ماجد، فاكر سمعة؟ سمعة؟ ليه؟ كل ما اقابله في مركز العلاج ياخدني بالحضن لمجرد ان زميلك، ويقول لي السلام امانه للاستاذ ماجد الذهبي، السلام امانه للاستاذ ماجد الذهبي. ايه الحكايه يا عم؟ اكيد واحد من الجماعه دول، او يمكن سمعة نفسه عايز يشكرني، بس هو حيلته 100 قرش. انا بيتهيألي ان في حد عايز يوقعنا في فخ. ايوه، هو فخ. هنا يا سمر؟ انا في المطبخ بروق التلاجة. روق التلاجة؟ سايبه التلفزيون مفتوح؟ معلش يا ماجد نسيته. دول مخوليني خالص. انا كمان ما فتحتش سيره. فنوش جاي لها هي وعايزه تعملهم لي مفاجاه. في ناس في جبس احنا مش قلنا 100 مرة محدش يلعب في شنطة حد وهو مش موجود؟ ابدا يا روح، انا بس كنت بفتكر البرنيطه اللي كنت جبتها لك في عيد ميلادي كنت قلبتيها شنطه بعد سنتين. طول عمرك ذوق يا مجهود يا حبيبي. بقول ايه يا سمر يا حبيبتي؟ ايه؟ اقعدي. لو جالك 300 جنيه كده فجأة تعملي بيهم ايه؟ شوف يا ماجد، انت عارف ان انا مهندسة، يعني ما اقدرش ابني نتائج ابدا الا على مقدمات حقيقية. انا بتكلم جد يعني. ايه حتة جديدة في الرواية اللي بتكتبها؟ يا حبيبتي انا بقول مثلا يعني لو فرض. والله يا ماجد ده يتوقف على ال 300 جنيه دول، هيسعدوني ولا هيشقوني؟ يا عقلة انت. عايز تعرف اعمل بيهم ايه بجد بجد يا ماجد؟ ايوه بجد. مش عارفة. اكيد في واحد من 10 مليون اللي من سكان القاهرة الكبرى هو اللي بعت الفلوس. بس مين؟ يمكن واحد، يمكن واحدة. لازم اعرف مين. باي باي ماجد بقى، انا نازلة. باي.
حياتي هي حصلت اتجسس عليها؟ لا 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 لا، ده انا اتجننت. مفيش حد في عيلتنا مشي ورا مراتاته ابدا. الأستاذة سمر عبد الباري لو سمحت. نقول لها مين يا فندم؟ ازيك يا سمر؟ يا صباح الفل يا ماجد بيه، خطوة عزيزة. اقعد، انا عاوز اتكلم معاك شوية. تحت امرك. ها يا سمر، مبسوط؟ ايه اللي مبسوط؟ ده انا الود ودي اشيلك على راسي من فوق. لو كان بايدي يا ماجد بيه. كنت تعمل ايه؟ كنت اشتري لك هدية كبيرة، حربية كده يا سيدي. ايه؟ هو حضرتك كنت عاوزني في ايه؟ لا ولا حاجة، انا بس كنت جاي اطمن عليك. طب قسما عظما ما انا هسكت. سعيد الحق هيموتوني. عندك كده انت بحكم المحكمة؟ لا، ما انا مش هسيبك ابدا. وانا كمان مش هسكت. ايه فترة يا سلام عمل مش هو بلدي. ايه اللي عاملاه في نفسك؟ حاطه تلج على راسي، دماغي هتنفجر. تصور الناس بتوع القضيه جم المكتب النهارده زعلانين من التدمين اللي انا عملته للبيت بتاعهم لما نزل المزاد. كانوا هيموتوني يا ماجد في المكتب. بسيطة يا ستي، حصل خير. بالحق. ايه؟ الجواب ده جالك، جابوا البواب النهارده الظهر. بتقولي مين اللي جابه؟ البواب زي كل يوم ما بيجيب الجوابات. ليه، في حاجة؟ لا ده حاجة تانية خالص. مش ممكن، نفس الخط ونفس الكلام. الأستاذ ماجد عبد الرحيم الذهبي، تحية طيبة وبعد. فلوس برضه. دلوقتي 300 يسيرة بقى. مش ممكن بقى تكون سمر المرة دي. يا ماجد، ايه ماجد؟ انت سايبني لوحدي ليه؟ انت مش شايفني تعبانه حاطه التلج على راسي؟ اكلمك تجري كده وتسيبني؟ ايه كان في ايه الجواب اللي اديتهولك؟ لا ده فريد صاحبي كان بعت لي جواب من امريكا بيطمن عليا. انا اسفك. اللي بتقوليه ده يا سمر مش داخل دماغي ابدا. بلاش اوهام. اوهام ايه؟ ليه كذب عليا وقال لي ان الجواب من صاحبه فريد؟ لا، وليه بتتصوري انه بيكذب عليكي؟ الدرج في الاول كان مقفول بالمفتاح وانا مش واخده في بالي ومطنشه. لما دخلت عليه الاوضه واتخض نسي يقفله بالمفتاح تاني. خرج فتحت انا الدرج بقى لما الفار لعب في عبي. ولقيتي ايه؟ لقيت ظرفين. من مين؟ مش عارفه. لقيت ظرفين عليهم اسم ماجد وعنوانه وكلمه تحيه طيبه وبعد. الكلام ده حصل امتى؟ حصل يا ستي اخر الشهر اللي فات تقريبا. طب وليه ما جيتيليش في وقتها؟ على ما لقيت نفسي فاضيه يا نهال. الحقيقه انا طول عمري اعرف ان ماجد ابيض وواضح جدا. ما اعتقدش ابدا انه يعرف واحده عليكي. لا مش ده ماجد اللي انا اعرفه طول عمري. ماجد عمره ما خبى عني حاجه ابدا. انا خايفه.
يا ستي ما تاخديش في بالك. امال انا اعمل ايه بقى؟ تعرفي يا سمر، انا ساعات بحسدك على عيشتك دي. ليه يا اختي؟ ده انت عايشه احسن عيشه، ده انت عندك 4 فيديو. فيديو ايه وبتاع ايه؟ دي وسيله هروب يا سمر. انا قصدي التفاهم والحب اللي بينك وبين ماجد. ده انت بتنقري عينك بدون خشة ولا حياة. وانا اللي كنت بتكسف اقول انك عايشه احسن مني. مالك بجد؟ قوليلي، ده احنا متربيين سوا. ايوه، وكنا في مدرسه واحده واتخرجنا في سنه واحده. بس الله 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 الله، ايه مالك؟ انت مش سعيده مع الدكتور عادل ولا ايه؟ اكدب عليك يا سمر، مش عارفه، حياتي بقت على وتيره واحده، وعادل دايما مشغول عني. ما بلحقش اقعد اتفاهم معاه في اي حاجه. طول النهار في المستشفى وبالليل في العياده، وانا طول اليوم قاعده لوحدي. طب ما تحاولي تشتغلي. حاولت اقنع عادل بكده، ما وافقش. بيفضل اني اكون ست بيت، ودايما يقول لي انت ناقصك حاجه عشان تشتغلي. عرفتي بقى يا سمر انا بحسدك ليه؟ انا مندهشه جدا من موقف الدكتور عادل ده. بقولك ايه، نتفرج على الفيلم احسن. استاذ ماجد الزاهري، متهيألي ده نفس الخط اللي كان على الجوابين اللي فاتوا. ايوه يا نهاد. الله، بقول لك لقيت ظرف جديد النهارده في صندوق البوسطه، بس المره دي بقى فيه 300 جنيه. مش سامعاني؟ بقول لك 300 جنيه ديون علينا. انا مش عارفه اكلمك، كل واخد باله منها. هطلب بعدين، واخده بالك؟ مع السلامه. ام صدق حركات في المرتبات. ميرسي يا تامر. تحب حضرتك هبه الماهيه ولا تنزلي بنفسك؟ لا يا ريت تجيبها لي، اصل عندي شغل كتير قوي. تحت امرك. من غير ما نخنصر 3/4. انا مش فاهمه انت عامله كده ليه؟ لازم اعمل كده، اول مره ماجد يخبي عني اي حاجه. انت متاكده ان الجواب اللي لقيتيه النهارده في البوسطه عليه نفس خط الجوابات اللي لقيتيها في الكومودينو؟ متاكده. طب وده يثبت ايه؟ ما هو اللي مجنن انه ما يثبتش حاجه خالص، وفي حاجه انا مش فاهماها. امال انا قلت لك تعدي عليها في الشغل، تاخديني ليه؟ طب اهدي عشان نعرف نفكر. تحبي تروحي فين؟ اي حته، مش عايزه اروح، خليه يتغدى لوحده. طب يلا. مش عارفه يا نهال، حاسه ان حكايه ال 300 جنيه دي عامله زي الطعم كده. تفتكري ان جوابات الكومودينو كان برضو فيها 300 جنيه ما دام الخط واحد؟ افتكر ده اكيد يا حبيبتي. يبقى مفيش داعي بقى نشك في ماجد ان دي جوابات حريم. يا سلام، مش جايز زعل مع الست هانم او عايزه ترجع له النفقه اللي كان دافعها لها، او جايز اتخاصموا مع بعض فبترجع له الفلوس اللي صرفها عليها. ست هانم مين ونفقت ايه؟ الله الله، ده انت تنفعي مؤلفه بقى. انت بتضحكي على ايه؟ افتكرت ماجد، والله من عاشر الأم. قعدت اقول له تنفع مؤلف لحد ما بقيت زيه. تهيألي اتأخرنا بقى، يلا بينا. يلا. هتعملي ايه؟ هراقبه. هتأجري لك واحد زي المسلسلات الأجنبية؟
انت بتتريقي؟ ما هو انا لازم يبقى تحت ايدي حاجه امسكها عليه. طب ابقي خليكي على اتصال بيا. يلا يلا. تعالي هنا. كنت فين يا استهانة؟ فوت على نهال بنت خالتي وقعدنا نلف في البلد شويه وبعدين اتغدينا. الله، طب والافندي اللي قاعد منتظرك ده مفيش تليفون تكلميه تطمنيه؟ ما اصل كان المكتب قفل وما عرفتش اتكلم في التليفون. اتغديت. ولما انت عارف ان مفيش غدا اتاخرت ليه؟ معلش متاسفه، اديني 10 دقايق وانا احضر لك الاكل. انك عشان خدي 10 ايام انت حر. ما قلنا متاسفه بقى. انا نازل اجيب الخضار، مش عايزه حاجه؟ طب ابقى ادور على اللي هيصالحك بقى. اعرف انت مخصماني ليه؟ طب مين فينا اللي ياخد موقف؟ ايوه خدوهم بالصوت قبل ما يغلبوكوا. قربنا نوصل شغلك، مش عايزه تردي؟ يا حرة بقى. حضرتك تبقى صريح معايا الاول ابقى اتكلم معاك. سلام. ابقى صريح ازاي؟ كنتش لقيتي جوابات في الكومودين وشاكه في حاجه؟ ولا كنتش هي كمان جالها جوابات؟ طب ابقى صريح ازاي اذا كنت انا نفسي مش فاهم حاجه؟ الله، ها؟ مالك يا ماجد؟ انا لا مفيش. الحل الوحيد في المواقف اللي زي دي انك تصالح مراتك زي ما بيقول الكتاب. ما شاء الله. والورد ده لمين بقى ان شاء الله؟ الورد ده بقى لمين ان شاء الله؟ اه لا ما دام سالتي بقى الورد ده لمين يبقى انا غلطان وحقك عليا. انت بتهزر؟ ما بهزرش، بس في حاجه. ايه هي؟ طب اركبي اركبي.
اركبي. العموم يا ستي انا غلطان خلاص، وعشان اصالحك جايب لك بوكيه ورد ما حصلش. انت ما شفتيش الورد من ساعه جوازنا انا عارف، بس ايه بقى، زهره التيوليب والبنفسك وبانسيه وشويه ورق جوافه هنا. امال ايه الورد ده مش هنرميه، اول ما يدبل نعمله مربى على طول. وورق الجوافه ده عشان السعال يديك. لسه زعلانه برضو؟ لا خلاص بقى، على البيت وهعمل لك اكله انا كان عملها بابا لامي الله يرحمها. امتى عملها لها؟ قبل ما تموت بساعه. زيت قطع كركم. اوكي عندنا ايه ده مش مهم. اوكي 2 eggs. يا نهار اسود يا رب، ايه اكلة كل شهر اللي بترحلنا على قصر العين؟ هتاكلي ايدك وراها. اسمها ايه الاكلة دي؟ بيضاتوس دقيقو. بيضاتوس دقيقو؟ لو باظت انا شاريها جاهزة. بس نجرب الاول. طب لما انت فالح قوي كده، بدل ما تعك العك ده كله كنت تعزمني على الغدا بره. اعزمك على الغدا؟ منين يا حسرة؟ ما انت عارفة. ب 300 جنيه يا سماجد. يبقى عرفت. طب عرفت منين؟ يبقى فتحت الدرج. بس الفلوس معايا. انتي لقيتي حاجة تاني؟ ما تكلمنيش، انا مخاصمك ومش هكلمك طول عمري. انت يا ماجد بتخبي عليا، اقصى عليك. ما تقوليش ان جاي لك علاوات ومكافآت وتقول لي جوابات من عند صاحبك فريد. طب العين فيك بقى، هجيب الفيديو يعني هجيبه. لا لحظة من فضلك بقى، ما تاخدنيش في دوك. انت اولا ازاي تفتحي الجوابات بتاعتي؟ ها؟ ثانيا الفلوس دي مش بتاعتي، لا هي مكافآت ولا علاوة ولا اعرف حاجة عنها خالص. يا سلام. وثالثا ثالثا انا لسه عايز اعرف مين اللي بعت الفلوس دي، ما عنديش اي فكره. والله انا فاكره انك انت اللي بعتيها، ما انا عارف هزارك. وانا يعني لو كان معايا الفلوس دي كنت ههمت، ده انا كنت هجيب لك الفيديو اول حاجه. رابعا يا حبيبي وهو الاهم، استلم يا سيدي الفاضل. لقيت الجواب ده في صندوق البوسطه من كام يوم. كمان بتفتحي صندوق البوسطه؟ بتقولي كام يوم؟ من اول الشهر تقريبا. طب يا ستي، يعني ما دام انت حضرتك عامله بيستابوا عليا بقى، كان لازم تعرفي ان الجوابين الاولانيين برضو كان ميعادهم اول الشهر. وتفتكر دي صدفه يا ماجد؟ الحقيقه خيالي العلمي التاليفي البوليسي بيقول لي لا، المساله فيها سر. خلاص؟ لسه. طب خلاص؟ لسه. خلاص؟ فتح عينك تاكل ملبن. فين الملبن؟ الله يجنن يا سمر، شيك قوي المفرش ده، بس ده غالي قوي. سمر اوعى تكوني جبتيه من وفيها ايه بس يا ماجد يا حبيبي؟ ربنا بعت لنا رزق ما نستغلوش ليه؟ اسكت عليا، النهارده شفت حاجات يا ماجد. نجف ايه، تحف ايه، كريستالات ايه، بارفانات، اكسسوارات. كل شويه اطلع الفلوس اعدها ما الاقيهاش تكفي احطها تاني. مش نرتب نفسنا بقى حسب ميزانيتنا الجديده يا حبيبي؟ انت بتتكلمي ازاي؟ زي الناس بقى. عندك اقتراحات تانية نفذها يا فالح. يا سمر يا حبيبتي، انت ناسيه ان الفلوس دي مش بتاعتنا اساسا. بدل ما نقعد ندور ونشوف مين اللي بعتها وجات لنا ازاي، نقعد نصرفها ونشتري بيها مفرش. ونوجع دماغنا ليه بس؟ ما هو حاجه من الاتنين، يا تبلغ البوليس
يا سيبني اتبحبح واخد راحتي. مالكيش انت في الافكار البوليسيه دي، وانا يعني عبيط اني ابلغ البوليس؟ طب ما ممكن ابلغ. يا سيدتي العزيزه، لو بلغنا البوليس هندخل في سين وجيم وتحقيقات ومنين وليه وفين وايه واتصالات وبتاع، وسلم نفسك والمكان محاصر وتاخدي تأبيده فيها. وبعدين ما تنسيش كمان لو صرفنا الفلوس دي وكان لازم بعد كده نردها، هنقعد انا وانت نسدد فيها ان شاء الله طول حياتنا. طب والحل؟ الحل اللي الفلوس دي ما حدش يتصرف فيها وتفضل موجوده هنا في بيتنا، ما حدش يتصرف فيها لحد ما نعرف مين اللي جابها ومين اللي بعتها ومين اللي حكايتها بالظبط، فاهمه؟ وسيبيني بقى افكر دلوقتي. ارسين لوبين اشتغل. لعلمك بقى مش هلبس الشراب. يعني ايه بلاش الف؟ البس الشراب. مش هلبس الشراب. سمر البس الشراب. مش لابسه الشراب. هات الشراب والبسه انا. لا ما افتكرش يا ماجد، القضيه دي بالنسبه لي كانت عاديه جدا ما فيهاش اي مشاكل. بالنسبه لي مش ادراك الخصوم، لا مش يمكن حد فيهم عايز يرشيكي او يورطك. ايوه بس القضيه دي بقى لها سنه ونص. طب كملي قرايه بس كملي. ولما تم عمل المعاينه الميدانيه وتم تقدير الثمن. الله لا لا، انت هتنامي؟ مش احنا اتفقنا نراجع كل القضايا نشوف مين له شبهه مين له مصلحه؟ مش قادره يا ماجد خلاص. طب يلا بينا. يلا بينا ايه؟ مش انا ساعدتك اهو قريت القضايا كلها، ساعدني بقى في توضيب الاوضه. لا الصباح رباح، يلا بينا. ضهري صباح الخير يا تامر، حد سأل عليا؟ لا. الناس البلدي بتاع الأسبوع اللي فات دول ما حدش منهم جه؟ مستني يجوا. طب ميرسي. صباح الخير. صباح الخير يا سعيد. سعيد. نعم. قول لي، الناس البلدي اللي عملوا شوشرة جامدة الأسبوع اللي فات دول تفتكر كانوا بيتكلموا جد؟ في الحقيقة مش عارف، لكن افرضي بيتكلموا جد. هو في حد يقدر يرمي الشعر منك وانا موجود؟ طول عمرك اخ وزميل عزيز يا سعيد. لا انا بقول يعني لو حد فيهم حب يعمل شوشرة يعني يعمل ايه؟ انت مهتمية بالموضوع ده قوي كده ليه؟ مش قلت لك ما تخافيش طول ما انا موجود؟ وبعدين ده اقصى حاجة ممكن يعملوها انهم يتبلوا عليكي مثلا. ازاي؟ يعني مثلا يقول انك خدتي فلوس بالخصوم بتوعه. او يبعت لي فلوس ويبلغ البوليس. نعم، تقولي حاجة؟ لا شكرا. صباح الخير. يسعد صباحك. المعلم موجود؟ لا مش موجود يا حبيبتي. انا سمر عبد الباري، المهندسه الخبيره في مكتب خبراء وزاره العدل. بتاعت القضيه. أيوة. اهلا وسهلا، اتفضلي. الله يخليك. اتفضلي. يا اهلا وسهلا. شكرا. هنا وشفا. ولو اني زعلانه منك واخده على خاطري قوي. ليه؟ يوميها فورتي دم المعلم. ده حكالك بقى. اسمحي لي يعني كده، انت محبكاه حبتين. البيت ده ملكي انا،
واخواتي البنات شركة معايا فيه. انا والمعلم حبينا نبيع. جواز البنات اخواتي رفضوا، قلنا نرفع قضية اسم، حاجة تهويش كده لا مؤاخذة. ما كناش فاكرين الموضوع هيخش جد. هما بقى اما رفضوا وجيتي حضرتك قدرتي الثمن ونزل البيع في المزاد. انت عارفه السوق، اتلموا التجار والمقاولين ودخلوا المزاد بالرخيص، عايزين يقهروا المعلم يا عيني. انما ما قلتليش حضرتك يعني عدم المؤاخذه كنت عايزه ايه؟ والله انا جايه بخصوص الموضوع ده برضو. ايه خطوه عزيزه، ولو ان المعلم قال لي ان دماغك ناشفه قوي. ما هو اصل انا ما كنتش فاهمه قصده. ايه ده انت منوره. اهلا وسهلا. جيت في وقتك يا معلم. قول لك ايه يا معلم، الست المهندسه اهي بتقول لك خرافي تقولي ايه يا وليه؟ اوعي كده. اتفضلي يا باشمهندسه من غير مطرود. ليه بس يا معلم؟ الست هتخدمنا. بعد ايه؟ بعد خراب ملطه. شخشخ انت بس جيبك بقرشين وسيب الباقي على ايه انت عاوزه تودينا في داهيه؟ دي في بيتي. ده تلاقيه كمين والبوليس مستنيها تحت. اتفضلي يا باشمهندسه من هنا لحسن قسما عظما. خلاص بقى احمد ربنا انه ما ضربكيش علقه. انت السبب. انا قلت لك تروح للراجل لغايه بيته وانت عارفه انه ممكن يأذيكي. مش انت اللي تراقبي عملائك وتشوفي مين اللي بتشك فيك وتبعت لك الفلوس؟ انا قلت لك تتصرفي كده. خلاص معلش بقى خلاص. لا يا سيدي انا ماليش دعوه. انت بعد كده يتبلغ انت البوليس، يا تبلغ يا تخليني ابلغ البوليس يا تديني الفلوس واخش جمعيه واجيب بيها الفيديو. اها قولي بقى انك تتلككي عشان الفيديو. خلاص سد خلاص سيبك انت من الحكايه دي خالص، اطلع منها. سيبيني انا هتصرف. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا ماجد. انت مقدم لي يا سيدي طلب بعمل زياره للسجن ومقابله بعض المساجين اللي بنتابع نشاطهم ونشاط اسرهم. مظبوط يا فندم. ايوه بس انا كنت فاهم انك خلاص صلحت البحث بتاعك دهوت من زمان وهتقدم التقرير. انت خدت تصريح قبل كده من كام شهر؟ يا فندم انا اصلي محتاج لمعلومات جديده ومحتاج اني اقابل عينات اكتر. بس بقى ارجوك يا سيد ماجد المره دي مش عاوزين حركات جيمس بوند بتاعتك دي. المره اللي فاتت جت سليمه. طب جت سليمه وبس الموضوع كان يجنن وسعادتك اتضربت معايا وبينا سفر. مش فاهم يا اخي انت ليه ما بتكتبش التقارير بتاعتك في بيتك؟ لا اصل البيت يا فندم جو المنزل لا يعطيك الايحاء بانك ستعطي ايوه انا عارف برضو ان الزيارات الميدانيه مهمه جدا اللي هي دي يا فندم، بس مش بالطريقه بتاعتك دي. ارجوك المركز مش ناقص. اتفضل يا سيدي. ادي التصريح اهو. شكرا يا فندم، جزاك الله كل خير. ما تنساش تختمه بقى قبل ما تروح. مش الامضه يا فندم؟ ايوه لازم يتختم؟ لازم يتختم. يعني الامضه ملهاش الختم مهم. مع السلامه. الاستاذ رفقي الاخصائي الاجتماعي عندنا، الاستاذ ماجد باحث في مركز البحوث الاجتماعيه والجنائيه. اهلا وسهلا، تشرفت. اهلا بيك يا فندم. هي انا مكلف بعمل بحث وتقديم تقرير عن احوال ابو عمر. ايوه يا استاذ ماجد، بس ابو عمر دلوقتي اصبح مفيش منه اي خطوره. احنا بنعلمه حرفه علشان نحول طاقته العدوانيه الى عمل مفيد. انا اتعرفت بيه قبل كده. مركزنا على اتصال دائم لمتابعه نشاط اسرته. الحقيقه يا فندم احنا مقدرين المجهود اللي بتقوموا بيه لتقديم العون لاسر المسجونين. شكرا جدا. شكرا يا استاذ. وبعدين تعالى يا ابو عمر. قاعد موجود. تعالى. الهدوء كويس يا فندم. تعالى. ابو عمر، ازيك يا ابو عمر؟ اهلا.
الله انت مش فاكرني ولا ايه؟ عدم المؤاخذة لا. لا احنا هنشرب كوبايه شاي دلوقتي ونتكلم. انا عازمك على فنجان شاي. انا خدت لك اذن من سياده اللواء. اتفضل. ما احنا اتقابلنا قبل كده. دي ما قلت لك ما خبرش. افكرك انا لما كان التلفزيون بيعمل تمثيليه عنك وجيت لك انا قلت لك انا بعمل بحث عن عيلتك، ما تخافش. هو انت خربت بيتي للدرجه دي انت بتكرهني شخصيا؟ انا بكرهش حد بذاته، ما بحبش اي حد من طرف الحكومه. اسمعني بس كده وطول بالك. امال انت عاوز ايه يا فندم؟ مش كفاك بتوجع الدماغ لجماعتنا في البلد؟ حلمك شويه. زمان انت لما كنت اللي فات مات يا فندم. انا اتهرت تحقيق وسين وجيم. انا ما بتكلمش عن كده. يبقى عاوز ايه؟ انت كنت عايز تنتقم مني بعد ما عرفت ان انا بكتب عنك وزمايلي جم لجامعتكم في البلد، بس صدقني انا كان غرضي نساعدكم. كنت عاوز انتقم. يعني لو جات لك الفرصه مثلا. يا فندم روح لحالك، انت بتتلكك. يعني خلاص حسن السير والسلوك. انا بقول مثلا يعني. وبعدين بقى طب اسمع بقى. انا جيت لك بهدوء عشان افهمك. بقول لك يا ابو عمر، حضرة الظابط انت ما تعرفنيش. لو عرفت انك انت او اي حد من رجالتك حوبنا وحين بيطي، او انت اللي بتبعت الجوابات نهارك مش فايت وهيبقى ليلك زحل. فهمني يا ابو عمر؟ يا حضرة الظابط جوابات ايه يا فندم؟ حد يخرجني من هنا. الحقوني. اكيد مش هو يا سامر. انا اتاكدت من وشه ومن كلامه انه مش هو. ده حتى الراجل مش فاكره. امال مين بس يا ماجد؟ لا حد من طرفي ولا حد من طرفك. هما بقوا كام دلوقتي؟ 4 ظروف 1200 جنيه. والله مبلغ مش بطل في 4 شهور، مش بطالين ابدا. ايه يا حبيبي خلاص وافقت؟ هنعمل الجمعيه واجيب الفيديو؟ ايه اصله ده بس يا سمر سيبيني افكر. هو احنا فاضل قد ايه على اول الشهر؟ 3 ايام. 3 ايام. خلينا نكملهم 1500 وبعد ال3 ايام دول هتبان حاجات كتيره قوي. فات اسبوع من الشهر لغايه دلوقتي وما بعتش ولا جواب. يمكن فلس. يمكن مستني يلعب لعبه جديده ومحضر لنا مفاجاه. الايام اللي جايه هتكشف. يا سلام لو انت جاز 4 عيون. كملي يا سمر انا معاكي. المفاجأة بقى يا نهال ان بعد ما الجواب اتقطع شهر بحاله لقينا في الشهر اللي بعده الظرف بدل ما يبقى فيه 300 جنيه فيه 600. ياه، ده اللي بيبعت مصر انه يعوضكوا الشهر الناقص. تحسي المسألة معقدة اكتر من كده يا نهال؟ حد عليه ذنب، دين، ندر. تفتكري كده يمكن ماجد مسلف حد مبلغ زمان وبيحاول يقسطه لكم؟ نسلف منين؟ احنا حيلتنا اللضع عشان نسلف. متأسفة مش قصدي. بس اقول لك على حاجة. قولي. مش جايز بابا عبد الباري في البلد حب يساعد ماجد يساعدكوا يعني من غير حرج؟ ايوه ماجد زعلت جدا لما عرفت باللي حصل. تفتكري؟ ايوه يا سمر، في ايه؟ بتقولي ايه؟ عرفت الحل؟ مين؟ طيب انا هستأذن واجيلك حالا، وانت كمان خدي اذن. مع السلامه.
منزلاني على ملا وشي وجايباني من الشغل وتقولي لي عرفتين في الاخر يطلع انا اخوكي. طب واحنا خسرانين ايه بس؟ ده احنا بقالنا كتير جدا ما زرناهوش في البلد يا ماجد. يا حبيبتي اصلها حاجه بالعقل، الراجل لواء على المعاش والراجل قاعد مستقر في البلد وكفي خير وشره. دول 300 جنيه يعني معاشه في 3 شهور يبعتهم لنا كل شهر. 300 جنيه مين يا حبيبي؟ اخر شهر كانوا 600. الله 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 الله. ابتديتي تحسبيها بقى؟ قال لهم يلا بينا احنا مش هنتاخر، ما جبناش هدوم نمد فيه. يلا. مش معقولة النكت بقى بتاعتك دي يا عمي. الحمد لله على السلامة يا ولاد. الله يسلمك. تو يا سمر لما عرفت ان ليك اب لسه عايش؟ غصب عني يا بابا، الدنيا تلاهي، ربنا يديك طولة العمر. والله يا عمي لو تعرف الحياة عاملة فينا ايه هناك تستغرب. لا واللي زاد وغطى بقى حاجة جديدة كده زي الفزورة. فزورة؟ يعني ما جيتوش الا لما اتزنقتوا ها؟ قول لي ازاي الوالدة؟ ماما حلوة يا فندم، بتسلم عليك. الحمد لله. بس انت يا بابا ليه تتعب نفسك كده يا حبيبي؟ ما انت عارف ان ماجد ما بيحبش مساعدة من حد. مساعدة ايه يا اخويا؟ ايه الحكاية يا سمر؟ يا بابا ما احنا خلاص عرفنا كل حاجة بقى. عرفتوا ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. واذا كان على حكاية المساعدة دي ده انا ساعدكم غصب عنكم. بس اولا اذا كنتوا محتاجين المساعدة، وثانيا لما بيع الكتاب يعني. هلا هو مش حضرتك اللي كنت بتبعت الجوابات؟ جوابات ايه؟ انتوا بتبصوا لبعض كده ليه؟ لا ده الموضوع فيه سر بقى. انتوا اولاد ناسين ان انا لواء بوليس سابق. انا بقى لازم تقروا لي بكل حاجه، وقبل ما تقروا قوموا بينا ناكل لقمه. المشلتت يا بت يا صبحه. اما دي حكايه غريبه جدا يا ماجد يا ابني. انا طول مده خدمتي ما شفتش حاجه زي كده ابدا. انتوا ما بتاكلوش ليه يا اولاد؟ يا بابا انا غلبت اقول له نبلغ البوليس، ايه رايك؟ بوليس؟ طب انا بعمل ايه؟ قالوا اوجهكم اشور عليكم اقول لكم تقولوا ايه في محضر البوليس؟ قول لي انتوا صرفتوا في الفلوس؟ الحمد لله وشهد شاهد من اهلك يا سمر عشان تعرف ان انا كان معايا حق. الحمد لله يا عم الفلوس لسه في الحفظ والصون. الحمد لله كده احسن كتير قوي. طب يا بابا هنعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ايه رايك يا ماجد؟ نبلغ البوليس ولا نحلها سوا؟ ازاي؟ بسأل يعني. اصل عارفك غاوي مغامرات زي حماك. ازاي الوالده؟ ما تسيب ماما في حالها بقى يا عم وخلينا في مشكلتنا. ولا مشكله ولا حاجه يا ابني. سيبوني انا اتصرف. انا هقول لكم تعملوا ايه. فكرة هايلة فعلا فكرة ابوك دي، ان احنا نشوف حد يراقب صندوق البوسطة. هو قال لنا اسم المرشد اللي يعرفه ايه؟ استنى انا معايا الورق. شعبان مصطفى، هقول العنوان اهو. اكيد هنحتاج للجدع ده، يلا بينا. طب هات اشيلها معايا. طيب. رايح فين؟ لا انا هسوق. الأستاذ ماجد الدهب. في واحد عاوزك يا أستاذ ماجد. خليه يتفضل. اهلا وسهلا. الأستاذة سمر عبد الباري لو سمحت. ألو؟ يا سمر. روح. الراجل كان عندي دلوقتي المرشد اللي باباك قال لنا عليه. هايل. عمل ايه؟ ده عمل عمايل. فضل مراقب الصندوق لقى واد صغير هو اللي بيحط الجوابات. فضل ماشي وراه عارف ان اسمه عباس عبد المنعم. وبيقعد على قهوة بيلعب دومنة. قهوة اسمها قهوة بعرة.
ده اول خيط هنمشي وراه. لا ده كده هايل، ابوك ده فعلا بيفهم. انا لا هروح طبعا، وانت كمان روح. يلا روح افتح الصندوق كده، ان شاء الله هتلاقي فلوس. خديها وحطيها مكانها. اوكي، باي باي. يا عيني عليك يا ماجد، تعبك هيروح على الفاضي. هو قالك هيتكلم امتى؟ مش عارفه، لما يلاقي حاجه. بحق مفاجأة بقى جواب طلع المرة دي من صاحبه بتاع أمريكا بصحيح؟ تصدقي؟ أمال المخبر ده ولا المرشد معرفة بابا عبد الباري جاب الكلام ده منين؟ مش عارفة. فضل ماشي ورا الواد، والواد يظهر ملوش أي ذنب في أي حاجة. وإيه اللي خلاه يرمي الجواب بنفسه في البوسطة بتاعتهم؟ مش عارفة، هي دي النقطة. يلا أدي احنا صابرين. برضه لسه ما جاش. زمانه جاي يا سعاده البيه، ده ميعاده بتاع كل يوم، بيقعد مع شله الشبان دي. يا احمد اما يجي السيد خليه يكلم البيت. حاضر يا سيد. تشرب ايه يا سيد؟ ليه؟ حضرتك بتسأل عليا ليه؟ ده انا قاعد مستنيك من الصبح. لا ما تخافش ما تخافش، انا مش هعمل لك حاجه. انا بس عايز اعرف ايه اللي خلاك ترمي الجوابات في صندوق البوسطه بتاعي. هو حضرتك ساكن فين؟ انا ساكن في الطلبيه في الهرم. ليه؟ اصل انا فعلا هناك كنت امبارح. شفت اديك قلتها بنفسك اهو. قول لي بقى بصراحه كده، مين اللي خلاك ترمي الجوابات في صندوق البوسطه بتاعي؟ ابويا. ابوك؟ هو ابوك بيشتغل ايه؟ بوسطجي بس. ما تخافش مش هبلغ، بس لو قلت لي على كل حاجه بالتفصيل ومين اللي كان بيديكي جواب كل شهر عشان ترميه في صندوق البوسطه بتاعي مش هبلغ. اصل ابويا ساعات بيزوغ من الشغل ويروح يشتغل شغلانه يجيب منها قرشين، ولما بيكون مش فاضي وعنده جوابات لازم تتسلم بيخليني ارميها بداله علشان مدرستي بعد الظهر. طب خلاص ما تعيطش. يعني يا رجلي تعبت من اللف والدوران خلاص. احنا كان لازم نستنتج ان الجواب ده مش هو جواب الفلوس بتاع كل شهر. ليه؟ احنا مش في اول الشهر يا هانم. صحيح والله. بس انا برضو ما يئستش، عايز اكرر المحاولة. خلي المخبر بتاع ابوه كده اللي اسمه شعبان يراقب اول كل شهر. يا ماجد ما نبلغ البوليس بقى يا ماجد، الراجل ده باين انه كبر وطلع على المعاش زي ابويا. قصدك يعني بتتريق على حماية العزيز؟ بقول يا سمر، ما تيجي ناخد لنا يومين كده اجازة ونسافر البلد. اشمعنى؟ يعني انا بقول يعني ان احنا لو سافرنا البلد عند امي برضه اشمعنى بنزور حماية العزيز، نزور امي برضه، ست صعبة مرض. ايوه يومين كتير، احنا لسه بدري قوي على اجازتنا. معلش انا بقول ناخد يومين اجازة عارضة، وعايز الصراحة منها تبقى زيارة وتجارة. ازاي يعني زيارة وتجارة؟ قلبي بيقول لي ان احنا ممكن نلاقي اي حاجة هناك. جايز يكون اللي بيبعت الجوابات ده له علاقة بأي حد من قرايبك او قرايبي. تفتكر؟ امبارح وانا مروح جاني خاطر ازاي انا كنت ناسي ان زمان في عيلتنا كان في مشاكل بين عمامي وخلاني وقضايا ومحاكم وحواديت. يا ماجد دي حاجة خلصت من زمان، من ايام ما والدك اتوفى الله يرحمه. انا اصلي ما وعاش على ابويا الله يرحمه، كنت صغير بس سمعت مطرطيش كلام كده اتظلم وسرق ويقال يعني سرق عقدة واتمسك وراح السجن وكان ظلم وراح فيها ده انا مناسبة عيلة سوابق بقى. لا كيف صحتك دلوقتي يا ماي؟ نحمده بخير يا ولدي، طول ما انت جنبي بخير يا حبيبي. كيفك يا عروسة؟ الحمد لله يا نينا. مش تفرحوني قبل ما اودع بصغير؟ ان شاء الله. طيب استأذن انا اسلم على خلاني. اتفضل يا ولدي.
وحشيني يا ولاد، وحشيني قوي قوي. الله يخليك يا نينا والف سلامة عليك. الله يسلمك يا بنيتي. السلام عليكم. ازيك يا ابو حسين؟ اهلا وسهلا. ازيك يا ابو حسن؟ ابو حسين. اهلا يا قريبي. ازيك يا ابو حسن؟ اهلا يا قريبي. ابو حسين. ما خلاص في ناقص ابو حسن. اتفضل. والله زمان يا ولد اختي. والله الدنيا مشاغل يا خالد، الدنيا وكلاني. هنا ارضك واهلك وناسك. طبعا. لا، اخبار القضيه ايه يا خيلاني؟ ان شاء الله تكونوا اصطلحتوا مع عمامي. انت لسه فاكر يا ولدي؟ ما خلاص من زمن والحكايه ماتت. الحمد لله. يعني هديتوا كده بقى وبقيتوا ريلاكس خلاص؟ ها؟ قصدي يعني المسائل جمست وهديت انت وخلاص، ما حدش فيه عدوين. الشر بره وبعيد يا ابن اختي. احنا ما بنعرفش عدوين، حتى لو في عدوين امال احنا هنا بنعمل ايه؟ منورين. واحنا كمان. تسلم ايديك يا اماي. يسلمك يا ولدي. احنا مش قلنا بلاش بقى ونسمع كلام الحكيم وبلاش القهوه دي؟ يا ولدي ربنا هو الشافي. ازيك يا بنيتي؟ الله يخليك يا نينا. بقول ايه يا اماي؟ الا صحيح الحكايه دي بيقولوا ان ابوي بعد الحادثه اللي حصلت له دي حصلت له نكسه وما استحملش وراح فيها. ولزوم ايه يا ولد الحديد ده دلوقيت؟ الكلام ده كان من زمن. يعني اصلي ما وعاش عليه وانا في البلد. ايوه، انت كنت لساك صغير وابوك كان هيشتغل في مصر ويجي هنا كل جمعتين. انا فاكرك كنت بتبكي بحرقه ماسكه في تلابيب خالي وتقولي هيطلع من السجن. ايوه، عشان انا كنت عارفاه. ابوك عاش نظيف ومات نظيف. اتهموه باطل فعهده كانت في رقبته وفضلت عليه قواضي ياما، منهم لله اللي كانوا السبب. هم مين دول يا اماي؟ ما تعرفيش حد منهم؟ ناس هيقولوا زمايله في العهده وناس هيقولوا. طب ما تفتكري اسم حد فيهم كده؟ يا ولدي دي حاجه من زمن. الحمد لله القضايا اتقفلت وما ثبتتش عليها حاجه. الله يرحمك يا عبد الرحيم، ما استحملش بعديها. كانت نفسه عزيزه قوي قوي طول عمره. خلاص بقى يا نينا، اللي فات مات بقى. يعني الحمد لله على السلامة. اخيرا بقينا في بيتنا، اما حته مشوار. هو اول الشهر امتى؟ انت لسه فاكر؟ ما تبطل بقى الحكايه دي وتبلغ البوليس بقى. وديتنا بهدلتنا وتعبنا وعدمنا العافيه وتودينا مشوار يقطع القلب وتقعد تقول يا ابو حسن يا ابو حسين ابو حسن ابو حسين. ايه ده؟ ممكن تبلغ البوليس وتفضنا من الموضوع ده بقى خالص؟ بس انت نسيت ابو حسين. مش عارف، انا قلبي حاسس ان المره الجايه في حاجه جديده. ايه هي؟ الله اعلم. الله، انت خارج لوحدك يا ماجد؟ معلش مش هقدر اوصلك، انا مستعجل يا سمر. لو اتاخرت على الغداء اتغدي انت. لا ناصح يا ولد، طالع لحماك. ده التفكير السليم. بكده قدرت تمسك الخيط من اوله. الا ما قلتليش ازاي ست الوالده؟ ماما والله لسه زي ما هي يا عمي. لا حول ولا قوه الا بالله. قول لي يا ماجد، انت ايه اللي خلاك تفكر ان حل الموضوع يخص المرحوم والدك؟ القصه اللي حكتها لي امي ده اولا، وبعدين بكاها بحرقه وهي بتحكي القصه، وبعدين زي ما تقول سعادتك كده حاجه جوايا، شيء خلاني ارجع للماضي واقول ما عادش قدامي غير الباب ده. والله يا ابني تفكير منطقي. يعني فكرك استمر؟ تستمر؟ ده انت تستمر قوي وحالا. قوم دلوقتي حالا، يلا يلا. انا هستمر. طب العنوان فين؟ العنوان؟
اقول لك انا العنوان. انا فاكر ايام ما جيت تخطب بنتي سمر، طبعا سالت عليكم، قالوا لي يوميها ان والدك الله يرحمه بيشتغل يا سيدي في شركه اخشاب اسمها امين مخزن شركه شاكر للاخشاب. بس ايه، عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، الاخبار تجي لي اول باول. انا عاوز اعمل قصه بوليسيه على الموضوع ده ان شاء الله. والسلام امانه لست الوالده ماما. حاضر. سلام عليكم. الف سلام. لا مؤاخذه يا استاذ افندم، اي خدمه؟ انا جاي ادور على ملف واحد عندكم اسمه عبد الرحيم الذهبي. احنا ما بنطلعش ملفاتنا لحد. لو سمحت هات لي امر كتابي من السيد المدير وتحط عليه ورقه دمغه. انا لسه جاي من عنده دلوقتي وهو اللي بعتني لحضرتك. اتفضل الطلب اهو. طلب؟ ده انت جاهز قوي. قلت لي اسمه ايه؟ عبد الرحيم الذهبي. عبد الرحيم الذهبي. بيتهيألي الاسم ده كان بيشتغل عندنا من حوالي 25 سنة. وحضرتك مين لا مؤاخذة؟ أنا ابنه. أنت ماجد. هو حضرتك تعرفني؟ هو أبوك الله يرحمه خلف غيرك؟ لا. تبقى أنت ماجد. يا أهلا وسهلا. اتفضل يا ابني، اتفضل اتفضل استريح. ياه ده زمن عمر تاني. ثانية واحدة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. عبد الرحمن عبد الرحيم. ما انا عارف، هو انا تايه عن اسمه. بقول لك ده احنا كنا زملاء مع بعض. هو اللي حصل له ده بسبب ايه؟ يا ما قلت له عبد الرحيم ابعد نفسك عن الناس المؤذيه، ما سمعش كلامي. اصل ابوك الله يرحمه كان امين مخزن، بس ايه مخزن كبير عهدته بالالافات. الناس اللي حواليه بقى ما كانوش كلهم نضاف، كانوا بيشتغلوا معانا هنا في الشركه، ما انا عارفهم. فضلوا يتحلبوا عليه ويبلفوه لغايه خبطوا خبطتهم، وراح هو فيها المسكين. وبعدين؟ ولا قبلين. انا كنت عارف ابوك كان راجل صعيدي من بتوع زمان، ابيض انضف من الفل. مش ممكن ابدا. ربنا يجازي اللي كان السبب، بس الحمد لله ظهرت براءته وطلع منها. مين كان صحابه؟ صحابه كان عوض سعداوي ومحمد امين، بس محمد امين ده مات عمناوي. وعوض؟ علمك. لكن لا مؤاخذة، حضرتك عايز من ده كله ايه؟ انا لا ابدا، اصل في ناس ليهم دين عند ابويا. دين؟ وحد يا ابني بيفتكر في الزمان ده؟ انا طيب ممكن اعرف عنوان عوض سعداوي ده بيشتغل ايه؟ مكانه فين لو سمحت؟ حاضر.
صباح الخير. صباح الخير. انا بسأل عن شقة واحد جاركو اسمه عوض السعداوي. عوض السعداوي؟ ايوه. عزل من هنا من زمان، فتح دكان بقالة كبير في مصر القديمة. مصر القديمة؟ شكرا. لا. مصر القديمة؟ اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أي خدمة؟ الحقيقة يا فندم أنا بسأل على عنوان واحد اسمه بقال، هو اسمه عوض السعداوي، عندكم هنا في مصر القديمة، وعايز أعرف عنوانه. علشان إيه؟ لا أنت مالك؟ قصدي يعني علشان أصله قريبي ونفسي أعثر عليه. عوض السعداوي. عوض السعداوي، اسمه عوض، مصر القديمة. كم ده؟ 15. وده 35. وده 20. طب اديني واحدة من ده. 15 قرش. 15 قرش؟ ايوه. حاجة غلط في الحساب يا أستاذ؟ لا أبدا، مفيش. يا رجلي يا سمر اتبهدلت من اللف والدوران والمشي اللي مشيته النهارده. وخرجت من المحل على طول كده، ما اتكلمتش معاه حتى؟ معرفش، ما هو من التعب اللي تعبته لحد ما وصلت له كسفت. ليه؟ مش عارف، حكاية ان عوض السعداوي ده كان يعرف ابويا، الموقف ده خلاني خفت ومشيت. انت متأكد يا ماجد ان عوض السعداوي ده هو اللي بيبعت الجوابات اللي فيها الفلوس؟ احتمال. اشمعنى يعني؟ عوض السعداوي ده كان مع ابويا في الشركة، وابويا بعد ما اتحكم عليه في السجن فجأة عوض ده ساب الشركة واختفى. وبعدين حكاية البقالة دي يعني ايه يعني؟ مش فاهم. مش عارف، قلبي حاسس ان في حاجة ناقصة ولازم اعرفها. لازم اعرفها؟ البس الشراب؟ يعني عشان ألف؟ لا، مش هقدر ألف حاجة، وبعدين الشراب مقطوع مش هينفع النهاردة. تصبح على خير، الصباح رواح. تعرفني عدم المؤاخذة؟ عموما يا ابني أهلا وسهلا. لا بس أنت تعرفني، أنا اسمي ماجد عبد الرحيم الذهبي. ما شاء الله، ده أنت كبرت وبقيت راجل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني أنت تعرفني؟ وط حسك أرجوك. أنت تعرفني؟ أيوة، بس مادام أنت عرفت مكاني يبقى لازم نقعد مع بعض ونتكلم. تحب نتكلم فين؟ مش هنعرف نتكلم هنا. نروح الصحراء؟ لا، صحراء ايه يا استاذ ماجد؟ ده انت ابوك كان كريم الله يرحمه. بكره ان شاء الله هجيلك البيت نتغدى ونقعد نتكلم، عشان ما نش فاضي النهارده. تحت امرك وانا هستناك. الف شكر الف شكر. مع السلامه. مع السلامه. تفتكر هيجي؟ طبعا لازم يجي. علوم لو جه هياكل صوابع على الاكل اللي انا عاملاه ده. لو جه سمر يبقى هو فعلا اللي بيبعت الجوابات، لانه يبقى عارف العنوان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا عم عبد، اتفضل منور. يا ربنا يخليك يا ابني. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ابني. اتفضل اقعد ارتاح. اتفضل. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ابني. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا بنتي. سمر مراتي عم عوض. بتاع الجوابات؟ دي تبقى عارفه كل حاجه بقى. لا بصراحة ما بنخبيش على بعض حاجة. ربنا يخليكوا لبعض يا ابني. يا اهلا وسهلا. تشرب حاجة؟ لا ما بشربش حاجه قبل الغدا. اتفضل كده نبقى خالصين. ايه ده؟ اخر قسط. قسط. لما هتعرف الحكايه يا ابني هتعرف كل حاجه. حكايتي؟ زمان يا ابني انا كنت شاب شقياوي وكنت بشتغل في الشركه مع ابوك. كان ابوك ماسك مخزن فيه بضاعه بالالاف. الشيطان وزني، عملت مفتاح للمخزن وابوك الله يرحمه راح في سين وجيم. طلع وبعدها راح فيها. وبعدين؟ بعد الحكايه ما هديت سبت الشركه وطلعت بالقرشين. اشتغلت بالتجاره وسنه ورا سنه الفلوس كترت معايا. يا سنين طويله. شوف انت عمرك كام سنه دلوقتي؟ انا فين كان الواحد زي غير كده. وبعدين دفعت الثمن بس كان غالي. انت طبعا شفت الصورة اللي متعلقة في المحل. صورة ابنك؟ ابني الوحيد. ربنا حب يفوقني ولا يتوب عليا، سميها زي ما تسميها. ابني الوحيد مات وهو في عز شبابه. يا ريت نقدر نساعدك يا عم عوض. بعدها هديني المرض وجالي شلل في ايد اليمين، عشان كده سلمت عليك بايد الشمال يا اسماء. قلت اتوب واكفر عن سيئاتي وارد الدين اللي عليا للراجل اللي ظلمته الله يرحمه. وقلت لنفسك تجيبه منين؟ كنت عارف ان عنده ولد واحد اسمه ماجد، حضرتك يعني. فضلت اتقص لحد ما عرفت بيتك وشغلك. بس انا عايز اعرف ايه لازمة الفلوس الكتيرة دي؟ حسبت الحسبة يا ابني. انا خدت كام؟ طلع المبلغ كبير قوي، ما اقدرش اسده دفعة واحدة. قلت اقسطه على دفعات، كل دفعة 300 جنيه. طب ليه حضرتك ما حاولتش تتصل بينا تكلمنا تقول لنا الحقيقة؟ مش جايز جوزك كان بلغ عني. انا يا بنتي دفعت الثمن غالي وابني مات. ابلغ عنك ازاي يا عم عوض؟ ما انت عارف الحكاية قديمة يعني. حتى لو انت خدت حكم، الحكم ده هيسقط بمرور المدة. انا قلت كده برضه يا ابني. قلت ليه تحيي الماضي؟ هيجرى ايه يعني لو سي ماجد عرف مين اللي بيدفع له الفلوس؟ او فاعل خير وخلاص. فلوسك ايه يا عم عوض؟ بالتمام والكمال. ماجد ليه يا ابني؟ ده انا ما صدقت اسدد الدين اللي عليا. الفلوس دي يا عم عوض لا هي ملكك ولا هي ملكي، دي ملك الشركة اللي انت خدتهم منها، والفلوس دي لازم ترجع الشركة. يعني مسامحني يا ابني؟ طبعا مسامحك. الله يا جماعة ما نتصافى بقى خلاص. يلا نتغدى، الأكل هيبرد كده. يلا يا ماجد. بلاش الأكل يتعبوا. لا يلا. اتفضل يا عم عوض. يلا اتفضل يا عم عوض. هي مصممة تغديك بقى. اتفضل يا اتفضل. ولما اكتشف عوض أنني اكتشفت ذهل، وقد كان لا يظن أنه من الممكن أن يكتشف. عايزة أفهم هتستفيد إيه من اللي أنت بتعمله ده؟ حبيبتي اللي حصل ده ينفع قصة بوليسية تجنن، والمسألة كبرت معايا وسيبيني أكتبها وإن شاء الله هننشرها. ننشرها منين؟ إحنا حالتنا الله ده عشان ننشرها؟ باباكي سيادة اللواء هيساعدني، راجل معاه فلوس ومتعاون معايا.
بس ما تلخبطنيش، انا واصل للنهايه دلوقتي. انا محترمه افكار. ولما اكتشف عوض ماجد انه ذهل ثانيه بس ماجد ذهل، فقد كان يظن ان ذهوله سوف يذهلني. يا سلام. ولكني لم اذهل. لان قومي بس البسي الشراب وطفي النور ولعيه واعملي جو كده عشان اسخن انا. كنت عارفه ان ليلتي سودة. ولما ذهلت بايخ قوي يا عم. فالح يا اخويا فالح. يعني اتكشفت. ما اللي حصل انا نزلت عشان ادور العربيه ما دارتش، قعدت ادور ما دارتش، قعدت ازق برضه ما دارتش، لقيت 4 جدعان محترمين يا اخوانا تعالوا شوفوا في ايه، قعدوا يزقوا معايا، انا ما زقتش، دارت العربيه، انا ما نطيتش، لو كنت لحقت نطيت كانت دارت معايا. ما اعرفش انا بقى لقيت نفسي كده مفيش فايده، خدت تاكسي ورحت محطه مصر. ركبت القطر وانا قاعد في القطر كده بقى الظاهر ولاد الحلال نقروا الكيس اللي معايا افتكروا فيه فلوس ولا ذهب شفطوه. يعني ضاعت القصه. ضاعت هناك انما هنا موجوده وهكتبها تاني وتالت ورابع وان شاء الله العربيه ما ضاعت. وحينما ذهب عوض الى المنزل فوجئ ان انوار الصاله اضيئت واطفئت انوار الفسحه فغادر المنزل سمر شوفي مين بيضرب الجرس، مخي يا ناس اعصابي عايز اشتغل الف. وعاد عوض من حيث اتى وبعد ان استقر بمنزله لمده ساعه عاد مره اخرى الى الفيلا وبنفسه اضاء الحق يا ماجد انوار الفسحه. ايه في ايه؟ خد. ايه مالك بتضحكي ليه ده؟ مش قادره اقرا انت. جواب ليا؟ الاستاذ المحترم ماجد الذهبي اللي هو تحيه طيبه وبعد شكرا. نوفيكم علما باننا قد قمنا بنشلكم في القطار. الله ده الواد اللي سرق الظرف اللي فيه الروايه من اسبوع تقريبا وانا اعتذر عن ذلك. ده والله في ناس اخلاق والله. امال فين الروايه ما بعتهاش ليه؟ وقد ساءنا ما قراناه من قصه. ايه بتطنش ليه؟ لا الكلام مش عارف. لا نطيت السطر ده ليه؟ لا خط وحش. وساءنا ما قرأناه من قصة سخيفة وتقرف تزعم أنها بوليسية واسمها تحية طيبة وبعد. هو كده كده؟ أيوه. امال أنا مش شايف ليه؟ كمل. ونخطركم أننا سنعيد كتابتها وصياغتها من جديد حتى تعلم كيف تكون الواقعية حيث أننا كانت لنا اهتمامات أدبية سابقة لولا المقدر والمكتوب وسوف نوفيكم بما نشرناه منكم بمجرد الانتهاء وذلك في الطرد مسجل عن طريق البريد. حقد. وتفضلوا خالص تحياتي أبو ملقاط أدباتي سابق. حقد. شوفي مين بقى
وأضيئت أنوار الفسحة وأفسح. من فضلك عاوزين الأستاذ ماجد الذهبي. أنا الأستاذ ماجد الذهبي. في إيه؟ لو سمحت تعالوا امضي لي هنا. أيوه بس مش هعرف الأول أنا همضي على إيه؟ استدعاء في القسم. ليه جوزي بريء؟ عايزينه ليه؟ هياخدوا أقوال يا ست هاني. ياخدوها يودوها فين؟ بخصوص إن الشاي نشر الأستاذ اللي هو مقتول. مقتول؟ قول له أنا ذنبي إيه؟ قول له أنا ذنبي إيه؟ وأنا ذنبي إيه؟ أصلهم لقوا معايا حاجة تخصك. لو معايا حاجة تخصه. قول له إيه هي؟ إيه هي؟ رواية عنوانها تحية طيبة وبعد. مش تاني أديهم لقوا الراجل وقروا الرواية وافتكروه هو اللي مألفها وقتلوه. مش أنا. لا أنت. يا حاجة محتدى. لا أنت اللي كاتب الرواية. مش هكتب رواية، أنا هكتب رواية. أنا قلت لك اللي يألف رواية زي دي لازم يعدم رميا للأبد. ما يقعدوش أنا نعمل رواية